النهاردة هنفتح ملف من أكتر الملفات حساسة وتعقيد في المنطقة. العلاقة بين مصر والسعودية علاقة دايما بنسمع عنها إنها أخوية واستراتيجية. بس المصادر اللي معانا النهاردة بتقول إن الصورة أعقد من كده بكتير. هي أشبه بمباراة شطرنج، كل حركة فيها محسوبة. بالظبط. ومهمتنا النهاردة إننا نفك طبقات العلاقة دي. هنشوف الخلافات الإعلامية والتحالفات اللي ورا الكواليس والضغوط الاقتصادية. والأهم، هنشوف إيه المؤشرات الأخيرة اللي بتقول إن في تقارب جديد بيحصل، وإزاي سوريا اللي كانت سبب خلاف ممكن تكون هي مفتاح التقارب ده. خلينا نبدأ من اللي كلنا شفناه، من التوتر اللي كان على السطح، اللي ممكن نسميها مناوشات إعلامية. الموضوع ده كان واضح جدا، والبداية كانت مع قصة الفنان محمد سلام. طبعاً لما انسحب من مهرجان في السعودية عشان غزة الدنيا قامت. بالظبط. وفي مصر تم الترحيب بيه بشكل كبير جدا في احتفالية وطن السلام. وفي نفس الوقت ظهرت فنانة زي أمال ماهر اللي كان بيتردد إن في مشاكل بينها وبين المستشار تركي آل الشيخ. يعني ما كانتش صدفة، كانت كأنها رسائل متبادلة. أكيد. وهنا بيجي دور المستشار تركي آل الشيخ، اللي المصادر بتوصفه إنه بقى عامل زي ترمومتر للعلاقات. ترمومتر؟ إزاي يعني؟ يعني تصرفاته وتصريحاته بقت مؤشر. في الفترة دي كان في كلام عن استبعاده لفنانين مصريين، وتصريحات اتفهمت كإهانة بخصوص نسبة الأمية. وده ولع الدنيا طبعاً على الناحية التانية. جدا. شفنا إعلاميين سعوديين زي قنان الغامدي بيكتبوا توقعات بنهاية حكم الرئيس السيسي. والرد المصري كمان ما كانش هادي. قال بتاع رئيس تحرير جريدة الجمهورية. طبعا، لما وصف السعوديين بالبدو حفاة القدمين. يعني الحرب الكلامية دي كانت على أعلى مستوى واضحة للكل. بس الأهم من الحرب الكلامية دي هو إن كان في ضغط حقيقي بيحصل على الأرض. بالظبط، وخصوصا في الملف الاقتصادي. وهنا طبعاً لازم نتكلم عن مشروع رأس جميلة. راس جميلة ده قصة كبيرة. دي قطعة أرض استراتيجية جدا على البحر الأحمر قصاد تيران وصنافير، وكان متوقع فيها استثمارات سعودية ضخمة. بمليارات الدولارات. وفجأة وفي عز التوتر ده، وزير السياحة السعودي يطلع يلمح إن السعودية ممكن ما تستثمرش في المشروع. التبرير الرسمي كان إيه؟ التبرير كان إنهم بيركزوا على مشاريعهم الداخلية استعدادا لكأس العالم 2034 وكده. بس التوقيت ده بالذات كان غريب جدا. مريب، لأنه جه مباشرة بعد تصريحات الرئيس السيسي اللي قال فيها إن مصر كانت لوحدها في مواجهة أزمة غزة. صعب جدا ما نصدقش إن في رابط بين الاتنين. مستحيل. والموضوع ما كانش بس راس جميلة، ده كان جزء من تحول أكبر في السياسة السعودية. تصريح وزير المالية السعودي. بالظبط، محمد الجدعان لما قال إن المساعدات دلوقتي بقت بشروط مش منح غير مشروطة زي زمان. ده تغيير كامل عن سياسة ما بعد 2013. يعني من مساعدات مباشرة لاستثمارات استراتيجية. هي دي النقطة. من وجهة النظر السعودية اللي بتعكسها المصادر، هم كانوا شايفين أن مصر ثقب أسود للمعونات، وإن فلوسهم مش بتتوظف صح. فقرروا يغيروا قواعد اللعبة. تماماً. وبكده خلقوا ضغط اقتصادي حقيقي على مصر، وفي نفس الوقت استخدموا الورقة دي عشان يوصلوا رسائل سياسية. طيب خلينا نحلل ده بشكل أعمق. واضح إن القصة أكبر بكتير من مجرد فنانين واستثمارات. المصادر بتشير لخلافات استراتيجية عميقة. نبدأ بأكتر واحدة عملت جدل جوه مصر نفسها. تيران وصنافير. بالظبط. قضية تيران وصنافير دي عملت أزمة داخلية ضخمة للحكومة المصرية لما تم توقيع الاتفاقية في 2016. طبعاً الموضوع لمس عصب حساس جداً عند الناس. لكن النقطة الأهم اللي بتذكرها المصادر واللي ممكن تفاجئ ناس كتير، إن عملية التسليم الكامل للجزيرتين لسه مكتملتش لحد النهاردة. ليه؟ إيه السبب؟ السبب اللي بيتم تداوله هو رفض القاهرة لاقتراح غير معلن بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الجزيرتين. قاعدة عسكرية أمريكية؟ وده بالنسبة للأمن القومي المصري يعتبر خط أحمر. وجود قاعدة أجنبية في المكان الاستراتيجي ده اللي بيتحكم في مدخل خليج العقبة مسألة غير قابلة للنقاش. وده يودينا لنقطة خلاف تانية كبيرة وبرضه ليها علاقة بالأمن القومي لكل دولة. الملف السوري. الملف السوري ده كان شرخ كبير فعلا. الذروة كانت في 2016 في مجلس الأمن، لما مصر صوتت لصالح مشروع قرار روسي. بالظبط. مشروع قرار ما كانش بيدين نظام الأسد بشكل مباشر، وده كان عكس الموقف السعودي 180 درجة.
السعودية كانت عايزة نظام الأسد يرحل بأي تمن. تماما، كانوا بيعتبروه حليف لإيران، وده كان الخطر الأكبر من وجهة نظرهم. فالموقف المصري ده أغضب الرياض جدا، لدرجة إن المندوب السعودي في الأمم المتحدة أدان الموقف المصري علنا. طب ليه كل دولة كان ليها رؤية مختلفة بالشكل ده؟ لأن كل واحدة بتبص من زاوية مصالحها القومية. السعودية أولويتها كانت مواجهة النفوذ الإيراني. ومصر؟ مصر كانت أولويتها منع انهيار الدولة السورية. كانوا خايفين إن سوريا تتحول لدولة فاشلة تسيطر عليها جماعات متطرفة زي داعش والنصرة، وده يبقى خطر مباشر على حدود مصر. حتى لو ده معناه بقاء الأسد؟ حتى لو معناه بقاء الأسد، سيناريو الدولة الفاشلة كان أخطر بكتير من وجهة نظرهم. والخلاف ده كان ليه تبعات مباشرة. أكيد، وسريعة جدا كمان. شركة أرامكو السعودية وقفت شحنات البترول لمصر لفترة. كنوع من العقاب يعني. بالظبط، كانت رسالة واضحة جدا بتقول المواقف السياسية ليها ثمن اقتصادي. وده يوصلنا للقضية الأهم دلوقتي، غزر. هنا الخلاف أوضح ما يكون. الخلاف هنا جوهري فعلا. المصادر بتقول إن السعودية والإمارات موقفهم واحد، مفيش ولا دولار هيدخل إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. ليه؟ شايفين إن أي فلوس هتدخل وحماس لسه موجودة بسلاحها هي في الحقيقة تمويل مباشر للحركة. والموقف المصري؟ على العكس تماما، الموقف المصري أكثر واقعية. المصادر بتنقل عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله إن نزع سلاح حماس بالقوة مسألة مستحيلة. يعني مصر بتميل لحل سياسي. بالظبط، تشكيل لجنة لإدارة غزة، حلول سياسية. وده الطرح اللي السعودية بتخاف منه، لأنه في نظرها ممكن يدي شرعية لحماس ويحافظ على وجودها في المشهد. لو أي حد سمع كل الخلافات دي، خلاف على سيادة في تيران وصنافير، وخلاف على حرب إقليمية زي سوريا، وخلاف على القضية المركزية زي غزة، هيقول إن التحالف ده خلاص انتهى. هو ده بقى الجزء الغريب في القصة. بالرغم من كل ده، فجأة بنشوف مؤشرات على دفء وتقارب في العلاقات. وهنا نرجع تاني للترمومتر العلاقات، تركي آل الشيخ. بالظبط، فجأة تصريحاته بقت إيجابية جدا عن مصر والمصريين. الترمومتر حرارته بدأت ترتفع تاني. طب إيه اللي يخلي كل الخلافات العميقة دي تتنسي فجأة؟ إيه اللي حصل؟ التحليلات بتشير لسببين أكبر بكتير من أي خلاف ثنائي. السبب الأول هو التهديدات المشتركة. في إدراك متزايد في القاهرة والرياض إن في مخططات لتقسيم دول عربية أساسية. شايفين اللي بيحصل في اليمن وشايفين اللي بيحصل في السودان. وفي الملفات دي بالذات مصر والسعودية موقفهم واحد تقريباً. متطابق. في ملف السودان مثلا، الاتنين بيدعموا الجيش السوداني لأن البديل هو تفكك السودان وتحوله لدولة فاشلة على حدودهم. فجأة بقى في عدو مشترك وخطر وجودي أكبر منهم هما الاتنين. يعني الموضوع بقى مسألة بقاء مش رفاهية خلاف. بالظبط. والسبب التاني هو توازن القوى الإقليمي. بصي على خريطة المنطقة دلوقتي، إيران وضعها مش مستقر، وتركيا مواقفها متقلبة. فالتحالف المصري السعودي بقى ضرورة. ما بقاش اختيار، بقى ضرورة استراتيجية للحفاظ على أي شكل من أشكال الاستقرار. كأنهم قالوا لبعض لو اتخانقنا دلوقتي المركب كلها تغرق بينا كلنا. طيب، لو هم بيتحدوا عشان في تهديدات أكبر، إيه مصير الملفات القديمة اللي كانوا مختلفين عليها؟ زي سوريا مثلاً. هنا بقى بنشوف السياسة وهي بتلعب. سوريا اللي كانت أكبر نقطة خلاف بتتحول دلوقتي لنقطة التقاء محتملة. إزاي ده؟ التغيير الكبير اللي حصل في سوريا وسقوط نظام الأسد فتح الباب لسيناريو جديد تماما، والقيادة السورية الجديدة بتستجيب لده. المؤشرات على كده؟ المصادر بتنقل تصريحات إيجابية جدا من القيادة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بيشيدوا بتجربة مصر التنموية وبيشكروا مصر على استقبال اللاجئين السوريين. ده تقارب محسوب ومقصود. بس الأهم، موقف السعودية إيه؟ مش ممكن نرجع لنقطة الخلاف تاني؟ لا، وهنا التغيير الاستراتيجي الكبير عند الرياض. السعودية دلوقتي بتستعد لقيادة عملية إعادة إعمار سوريا. هدفها إيه من ده؟ هدفها الجديد مش إسقاط نظام، الهدف هو تقليل النفوذ الإيراني اللي ترسخ في سوريا لسنين طويلة. والطريقة الوحيدة لده هي بضخ استثمارات ضخمة وإعادة بناء البلد تحت مظلة عربية. يعني الحكومة السورية الجديدة بتتحرك في نفس اتجاه السياسة السعودية، وده بيسهل التقارب مع مصر. بالظبط كده. الحكومة السورية الجديدة محتاجة الدعم الخليجي، وبالتالي بتتبع الخط السعودي. وبما إن مصر والسعودية دلوقتي متفقين على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، فالتقارب المصري السوري ما بقاش بيتعارض مع مصالح السعودية. بالعكس، بقى بيخدمها. تماماً. نقطة الخلاف اتحولت لنقطة تعاون محتملة. طيب، لو حبينا نلخص كل ده، العلاقة بين مصر والسعودية مش قصة بسيطة عن إخوة وخلافات، هي أشبه برأس التانجو معقدة جدا. بالظبط.
بتحركها المصالح القومية والنفوذ الاقتصادي والتهديدات الإقليمية المتغيرة. والخناقات اللي بنشوفها على السطح غالباً بتكون مجرد غطاء لخلافات أعمق أو حتى تحالفات استراتيجية مش واضحة. والوضع الحالي هو تحرك بعيداً عن التوتر في اتجاه إعادة تموضع استراتيجي. والسبب الأساسي هو الخوف المشترك من تفكك المنطقة. العلاقة الاقتصادية بتتطور من مساعدات لبزنس بشروط، والعلاقة السياسية بتحاول تعدي الخلافات عشان تواجه تهديدات أكبر. ده مش تقارب مبني على الحب، ده تقارب مبني على الضرورة. وده يخلينا نسيب سؤال أخير للمستمع يفكر فيه. المصادر اللي معانا بتوضح إن في صراع بين رؤيتين للمنطقة، رؤية مبنية على التنافس التقليدي على القيادة الإقليمية، ورؤية تانية جديدة بتقول إن التحالف بقى ضرورة قصوى لمواجهة أخطار خارجية بتهدد بتفتيت الشرق الأوسط بالكامل. السؤال هو هل التهديدات المشتركة دي هتكون قوية كفاية إنها تتغلب بشكل دائم على تضارب المصالح والمنافسة التاريخية بين القوتين الإقليميتين دول؟